حبايبي الحلوين، مينفعش يوم موسم الرمان يجي وما نعملش الطريقة دي. نسمي الله ونصلي على الحبيب. أول ما تعرفي إن الرمانة مفتحة من فوق تعرفي إنها لونها وردي وجميل. هو صاحب الرمان قال لي كده، الله أعلم بيضحك عليا ولا بيخمني. هنفتح الرمان، أنا بفتحه بالطريقة دي. بعمل مربع من فوق من عند القمع، بعد كده بقوم قطعاها بس مش للآخر. بمسك السكينة بقطعها مش للآخر علشان الثمرات اللي فيه. بقطعها 4، ممكن تقطعها 8، ممكن تقطعها 6 حسب حجم الرمانة. تمام. بعد ما نقطعها بالطريقة دي هتفصصي الرمانة بسهولة قوي. تمام. في ناس بيقسموها 2 ويخبطوا عليها، كل الثمرات بتاعة الرمان تقع. كل طريقة وصح، اللي يريحك اعمليه، بس الطريقة دي حلوة وكمان بتنجز بسرعة. واللي عايز يخزن رمان انا بفصصه كده، وبعد كده احطه في اكياس التلاجة وعلى الفريزر على طول، وبحط السكر علشان ما ينزلش ميته. فرطنا الرمان. وصلت لهنا، لايك وتعليق واشتراك في القناة ومتابعة للبيج. هنحط 3 معالق سكر، والسكر حسب ما انت عايزة، وهنلخبطهم لخبيط على الرمان وهنحطه في التلاجة ينزل ميته وينزل لونه الحلو. مجة حلو، هننزل بباكو جيلي وهنكون مسخنين كوباية مية كبيرة. احنا مش عايزين الجيلي يجمد، احنا عايزين كلون بس. بنروح ناكل الرمان في المعاصر في الكافيتريات، ما بنعرفش سر اللون بتاعهم. النهاردة عرفته وجيت قلتلكوا على طول. هندوب كيس باكو الجيلي في مية السخنة قوي اللي بتغلي علشان الجيلاتين اللي فيه يدوب، وكمان حطيت 3 معالق سكر كبار. دوبنا الجيلي مع السكر، هننزل بيه على الرمان. وما تخافيش، السخونية بتاعته مش هتسلق الرمان ولا حاجة. هنزود عليه مية متلجة حسب ما تحب كمية المية، وهتحطيه في الوقت هحطه في التلاجة وهوريهولكم. مش هيجمد خالص لان احنا معتبرين الجيلي كلون وطعم وريحة. اهو اتحط في التلاجة، لا جمد ولا حصل له اي حاجة. خدنا اللون. واللي يحب بقى ريحة الورد يحط نقطتين، ريحة الفراولة يحط نقطتين، بس باكو الجيلي عاطي النكهة وريحة ولون وطعم خطير. جربوا هتدعولي. جربوا كده بقى، لذيذ لذاذة، حاجة كده وخيال. بنشربه ما بنعرفش السر. جبتلكوا النهاردة السر. لو اتفرجتوا ويعجبكم لايك وتعليق وشير ودعوة حلوة من قلبكم.